مرحبا بكم. يعد حديث عنوان البصري المروي عن الإمام الصادق عليه السلام حديثا جامعا لخير الدنيا والآخرة، وكتاب الفيض النوري هو شرح لهذا الحديث. عن هذا الكتاب سنتحدث اليوم في حلقتنا من مراجعات، فابقوا معنا. يعد حديث عنوان البصري موضع اهتمام العرفاء وعلماء الأخلاق في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وكان السيد القاضي رحمه الله قد جعله مرجعا لمن لا يمكنه الحضور في صفوف السير والسلوك، وكما كان قد طلب من تلامذته ومريديه أن يكتبوا رواية عنوان البصري ويعملوا بها من أجل محاربة النفس الأمارة بالسوء ومواجهة الرغبات المادية، كما أوصاهم أن يحتفظوا بالرواية في جيوبهم لمطالعتها مرة أو أكثر كل أسبوع. كتاب الفيض النوري وهو شرح حديث البصري للكاتب الشيخ عادل الشعلة البحراني يبين منشأ تقسيم البديع الذي فيه، ويوضح معاني ألفاظه ويسبر أخبارها، ويستشهد بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وإمامية. صدر الكتاب بطبعته الأولى عام 2022 عن دار مداد للثقافة والإعلام، ويقع في 681 صفحة. يتضمن الكتاب 5 فصول. الفصل الأول بعنوان العلم القلبي، ويتمحور حول 9 مباحث، وهي: وجه البدء بموضوع العلم، اكتساب العلم وعدمه، معنى النور الواقع في القلب، العلم نور حقيقي، معنى العلم الوهبي، دلالة مفردة يقع، كيفية وقوع النور في القلب، طريقة الاهتداء إلى النور، وقياس العلم الوهبي. أما الفصل الثاني فهو عن عوامل الفيض النوري. ما هي هذه العوامل؟ العامل الأول هو الاستفهام من الله تعالى، وفيه مبحثين: الأول بعنوان معنى طلب العلم باستعماله، أما الثاني فهو سببية توقف العلم على الاستعمال. والعامل الثاني بعنوان الاستفهام من الله تعالى، وفيه 4 عناوين، وهي: كيفية الاستفهام من الله تعالى، طريقة تفهيم الله للمستفهمين، وطريقة الاستفهام من الرب، وأخيراً مجالات الاستفهام. أما العامل الثالث فهو بعنوان التحقق بحقيقة العبودية، وفيه 7 عناوين، وهي: معنى العبد والعبودية، في معنى طلب حقيقة العبودية في النفس، معنى رؤية اللامملوكية، وجه الوصف بالعبودية قبل التحقق بها، معنى التخويل، بيان اللازمة بين العبودية وعدم المملوكية، الفرق بين رؤية كون المال مال الله وأنه لا يملك، معنى المال، وأخيراً مواطن وضع المال. أما الفصل الثالث فيتحدث عن توصيات رياضة النفس، وفيه مبحثين: الأول توصيات رياضة النفس، والثاني وصايا عرفانية. في الفصل الرابع يتحدث الكاتب عن الحلم في 3 مباحث، وهي: الحلم وموقعيته، معناه وضوابطه، والمبحث الثاني عن وصايا الحلم. أما المبحث الأخير فهو عن عوامل الحلم. في الفصل الخامس والأخير يتحدث الكاتب عن العلم، ويتضمن هذا الفصل عدة وصايا، وهي: استعلام العلماء، اجتناب العمل بالرأي، وجعل المحورية للدين، الأخذ بالاحتياط، والهروب من الفتية. كما رأينا تضمن هذا الكتاب شرحاً وافياً ومفصلاً لحديث البصري، ومن يقرأه سيدرك كل جوانب هذا الحديث المهم الوارد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وسيرسم له هذا الكتاب طريقاً واضحاً وجلياً في رحلة السير والسلوك. جعلنا الله وإياكم من المقتدين بآل البيت عليهم السلام والمهتدين بنورهم. ختاماً أنصحكم أصدقائي بقراءة هذا الكتاب القيم، الذي إلى جانب كونه كتاباً علمياً دسماً زاخراً بالمعلومات والشروحات، لأن ذلك لا يمنع
يمنعه من أن يكون في متناول الجميع لسلاسة عباراته وجمالية اللغة المعاصرة التي اعتمدها الكاتب، الأمر الذي يسهل على القارئ فهم مضامينه والإلمام بكل ما ورد فيه. أنا قرأت هذا الكتاب وكان مفيداً جداً، وتأكدوا أنه من الكتب التي لا تقرأ مرة واحدة بل ستعودون إليه دوماً. هذا رأيي، وأنتم اقرأوا الكتاب واكتبوا لنا آراءكم في التعليقات. السلام عليكم ونلقاكم في حلقة مقبلة.